صباح الخير عليكم أحبابنا ماي جيرلي، شلونكم شخباركم؟ اليوم عطر الدوام عندي عطر سافان، عطر ديلينا من دومارلي. الحين الساعة تقريبا 7:30 في الدوام، فأنا إن شاء الله كل صباح أبين لكم عطوري الصباحية في الدوام. دومارلي من العطور الجميلة اللي صدرت صدر تقريبا عام 2017. أقرأ لكم الحين بتوقيع الخبير كوينتن بيش، وهو عطر زهري فواكهي يجمع بين انتفاخات الفواكه المنعشة ونعومة الزهور الملكية والقاعدة الخشبية الدافئة. أوكي، أنا ما حسيت بالقاعدة الخشبية. ليش؟ لأن العطر تقريبا يعني فاكهي مع الزهور، بس القاعدة الخشبية هي اللي معطيته القوة الدافئة، مو القوة الحادة، القوة الدافئة. العطر جدا جدا جميل وراقي. أوكي، يصلح حق كل الأعمار. زين، رشة واحدة كافية، لأن العطر وايد فوحانه عالي وثباته 90%. يعني هو تقريبا خلينا نقول هو لونه مفروض وردي، بس هو من زمان عندي في اللون بهت شوي. العطر ديلينا اللي يكون غطاه تقريبا أبيض مو فضي، هذا اكسكلوزيف. أوكي، وبس سلامتكم. أنا انقطعت فترة، بس رديت إن شاء الله لكم حلة جديدة. راح أكون بلوجر حق العبايات والملابس والعطور، مو بس العطور. أوكي، شوفوا هني في شرح أكثر. شوفوا العطر هو الأنف العطري لهذا العطر هو كوينتن بيش. مقدمة العطر الليشي والكمثرى والبرغموت. قلب العطر الورد التركي، العود والبخور. قاعدة العطر هي الفانيلا والخشب. العطر مكوناته جدا جميلة، جدا 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 جميلة. أنا توقعت إنه في عود لأنه شوية قوي، بس العطر صيفي شتائي جميل، حق الكل سواء رجال أو نساء، لأن في نوتات العطر في بعض العطور الرجالية. ضروري اللي ما حصل له إنه يشم العطر روحوا وشموه، مو ضروري تاخذونه شموه وشوفوا إذا يعجبكم، ولا إنه من النوع اللي يكون قوي بالنسبة لكم. وبس إن شاء الله أرجع لكم بالبث الثاني.